كيفاش تجيب 16 في بكالوريا مادة الفلسفة حتى ولو طاحت مقالة ما حفظتهاش؟ منهجية الدراسة بالتفصيل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في فيديو اليوم سأعلمكم كيف تدرسون مادة الفلسفة في البكالوريا جميع الشعب وتتفوقون فيها حتى ولو وجدتم في الامتحان سؤال حول مقالة لم تحفظوها. هذه الطريقة تغنيكم عن حفظ المقالات الطويلة. الطريقة التي سأخبركم بها تساعدكم جدا في الحفظ، فهي تغنيكم عن حفظ المقالات الطويلة والمليئة بأدوات الربط والنفي والتوكيد، والتي تصعب في عملية الحفظ زيادة على كونها مملة، كما أنها تتيح لكم إمكانية كتابة المقالة بأريحية حسب السؤال المقدم إليكم دون الحاجة إلى تغيير الكثير. فأحيانا قد تحفظون مقالة تدعم الموقف الأول لكنكم تفاجؤون بسؤال يطلب منكم دعم الموقف الثاني، مما يسبب في بعض الخلط خصوصا للطلبة الذين لا يجدون طريقة الانتقال، وهي من المهارات التي ينبغي تعلمها. منهجية دراسة مادة الفلسفة في سنة البكالوريا جميع الشعب كالتالي: الفلسفة تنقسم إلى قسمين: مقالات وتحليل النص الفلسفي. نبدأ بطريقة دراسة المقالات الفلسفية التي تتطلب الحفظ وتكون طويلة جدا. دراسة المقالات الفلسفية تتطلب القيام بخطوتين. الخطوة الأولى في كل ميدان من برنامج الفلسفة، مثال ميدان في إدراك العالم الخارجي الإحساس والإدراك، أو ميدان في اللغة والفكر أو الشعور واللا شعور، قوموا بحفظ أقوال الفلاسفة، حجج طرف والطرف المعارض له في النقد دون الحاجة إلى حفظ المقالات الطويلة التي من الممكن أن تحفظوا مقالات طويلة جدا ولا تكون في امتحان البكالوريا. الخطوة الثانية: قوموا بحفظ كل طرق تحليل المقال الفلسفي: طريقة المقارنة، الطريقة الجدلية، طريقة الاستقصاء بالوضع، وطريقة الاستقصاء بالرفع. هذه الطريقة ستساعدكم على تحليل المقالات الفلسفية بكل سهولة وتمكنكم من الحصول على نقاط ممتازة في المادة بإذن الله تعالى. أما فيما يخص دراسة تحليل النص الفلسفي، فقوموا بتعلم منهجية تحليل النص الفلسفي، ونصيحتي لكم ألا تلجأوا في امتحان الفلسفة لتحليل النص الفلسفي لأنكم حتما ستأخذون نقطة سيئة. هذه النصيحة كان قد أخبرنا بها أستاذ الفلسفة جزاه الله خيرا. أخبرنا أن أساتذة مادة الفلسفة لا يتفقون فيما بينهم على طريقة نموذجية لتحليل النص الفلسفي، يعني لكل أستاذ طريقته الخاصة في تحليل النص الفلسفي، لذا لا تلجأوا أبدا لتحليل النص الفلسفي إلا في حالة واحدة فقط، وهي أنكم لا تملكون ولا فكرة واحدة عن المقالة التي طلب منكم تحليلها. يعني من الأحسن في امتحان الفلسفة أن تجيبوا على سؤال تحليل المقالة الفلسفية حتى تحصلوا على نقاط عالية في المادة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في البكالوريا. وطبعا إن أعجبكم هذا الفيديو وأفادكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وترك تعليق جميل، وذلك من أجل تشجيعي على الاستمرار في نشر فيديوهات جديدة ومفيدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.